عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نيوسوما. وصفة اليوم غادي نقدموا البلبولة الرقيقة، كتجي بالحليب والاعشاب، كتجي لذيذة كحساء يعني صباحي بالنسبة دابا للدراري كيدخلوا الدخول المدرسي في الصباح، كتكون مفيدة. بغيتو ديروا شي عشاء خفيف جاي وقت البرد، مهم كتكون مزيانة. عندنا هنا تقريبا شي جبانية ونصف ديال البلبولة الرقيقة، ما رقيقاش بزاف، هي كتبان لينا. المهم غادي ناخذها، غادي نزيد نضيف عليها الماء، وغادي نخليها نصفيها ونصفيها ونصفيها يعني حتى كتصفى ليا مزيان في حيت ديك الغبره اللي فيها، وكنخليها مرقده تقريبا واحد الساعه ولا ساعه الا ربع حتى كتطرخى مزيان. ملي كتطرخى لنا مزيان كنديروها في الكوكوط، وكنزيدوا عليها تقريبا معلقه كبيره ديال الملح ورشات من الابزار، وكنحكوا عليها البصله، كنحكوا عليها البصله وكنضيفوا عليها، عندنا معلقه هنا كبيره تقريبا ديال الحبرشات، وعندنا هنا معلقه تقريبا ديال الفليو، وهنا معلقه ونصف ديال السانوج، وهنا معلقه ونصف ديال الزعتر. المهم هادو كنحركهم كاملين في دقه واحده، وكنعاودوا نضيفوا عليها الماء اللي غادا طيب فيه الكميه اللي كتناسبنا، وغادي نطيب لينا البلبوله ديالنا مزيان، وغادي يولي الحساء خاتر ومزيان، ويعني كطلع لينا ديك الرغوه ديالو. غادي نوريكم الشكل ديالو من بعد. كنضيفوا عليه ديك الساعه الحليب. المهم الحليب تقدروا ديروا نص لتر وتقدروا ديروا كاس ونصف، انا غادي ندير هذا الكاس، وغادي نقدر نزيد شي نصف كاس من بعد على حساب كيفاش غتبان ليا، يعني ما تجيش خاتره بزاف وما تجيش خفيفه بزاف، وبالصحه والراحه. المهم ندوزو نشوفوا ديك الساعه الشكل النهائي ديال البلبوله ديالنا. المهم بعد ما رطابت لينا البلبوله ديالنا، بسم الله غادي نصفوها الكوكوط بالماء ديالها، حيت حنا غسلناها وغسلناها وغسلناها بهذا الشكل هذا. نخويوها كامله كترطاب. المهم بالنسبه لي مثلا مزروب ولا شي حاجه يخليها شويه تغلى، طلع ديك الرغوه ديالها مزيان، ويقدر يسد عليها واحد ربع ساعه ولا. نضيفوا ليها المعلقه ديال الحبرشات، حطينا المعلقه ديال الحبرشات، غنزيدوا باقي المكونات اللي ذكرنا قبيله بالترتيب. غنديروا الملح، رشة ديال الابزار. المهم اللي ما كيبغيش يخليه حتى الاخر ويزيد الابزار ولا يزيد الكمون، كل واحد وكيفاش كيفضل. وغادي نضيفوا عليها، غادي نحكوا دابا البصله ونحطوها. المهم بعد ما ضفنا المكونات نضيفوا البصله، هي حكيناها كامله. نديرو بعد زيت الزيتون تقريبا معلقه كبيره. هنا كيبان لينا مازال خصنا نزيدو الماء. بسم الله. الماء كافي. ملي غطيب لينا راه غنشوفوا على حسب الغليان، ما غتبان لنا بدات كتختار ومازال ما طابت، ديك الساعه نزيدوا الماء. تقريبا الكميه عندنا تقريبا ديال لتر ديال الماء، العبار ديال لتر ديال الماء، العبار ديال لتر ديال الماء كيبان لينا. غادي نخليوها دابا تغلى. ملي غادي تغلى وطيب لينا مزيان تجيب الغليه ديالها. الا بغينا نسدو عليها راه نسدو عليها تقريبا ربع ساعه، ما بغيناش نخليوها تطيب على خاطرها. الا بانت لينا بدات كتختار ومازال ما طابت نقدروا نضيفوا واحد كاس ديال الماء ولا كاس ونصف حتى طيب مزيان، ديك الساعه نضيفوا الحليب ونشوفوا الشكل النهائي. الحساء ديالنا كيطيب دابا كما كيبان لينا، شويه نزيدو شويه ديال الطياب
ومن بعد غادي نضيفو عليه الحليب. صحيدي ديك الرغوه ديالو مزيان، يبان لينا طاب مزيان، نقيسو بيدينا وديك الساعه نزيدو الحليب وصافي، ومن بعد نشوفو في الطبق التقديم ديالها. هي دابا كطلع لنا كتبان لنا الفقاعات، نضيفو الحليب بالتدريج، نحركو. وراه تقريبا درت شي اطرو ونص ديال الماء تقريبا، حيت عطاتني تبارك الله الكوكوط عامره. المهم غنستمروا في التحريك حتى يطيب لنا الحليب ديالنا ونشوفوه في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحساء ديالنا، كيجي زوين ولذيذ وفيه منافع كثيره كيف ما شفنا، كله منافع ويبغي الصغير والكبير. يجي على هذا الشكل هذا. المهم جربوه وردوا عليا الخبار. نتمنى يعجبكم ان شاء الله الفيديو، الى عجبكم الفيديو يعني لي لايك ولي كومونتير، وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما كل جديد، وبارطاج باش القناه ديالنا ان شاء الله تكبر وتعم بالفائده.